السلام عليكم ميناسان كونيتشوا، مرحبا بكم بقناة حد في اليابان. فيديو النهارده هو بدون عنوان، وهسيب العنوان ليكم انتوا تحددوه، لان هتكلم في حاجات مختلفه شويه ومش لاقي لها عنوان يعني الصراحه او حاجه معينه. بالنسبه لي اول حاجه انا عايزه اتكلم فيها عن نوع الفيديوهات في القناه. طبعا اللي كان متابعنا من زمان او يعرف مثلا قناتنا من زمان هيلاحظ ان احنا كنا بننزل حاجات كتير او متنوعه، اللي هي مثلا تحديات، تجارب، حاجات جديدة مثلا سناكس أو أكلات جديدة في اليابان. وكمان اللي هو الفلوجات خارج اللي هو البيت، مثلا رحنا رحلة كذا أو أماكن بنصورها وبننزلها. وطبعا ده غير بقى الروتينات وحياتنا اليومية، وبرضك عن قصتنا ازاي اتقابلنا مثلا والحاجات دي كلها. لكن بالنسبة للفيوز او المشاهدات بتاعت اللي هو الفلوجات اللي كنا بنصورها برا البيت ورحلات الحاجات دي، فالفيوز بتاعتها كانت وحشة جدا وسيئة قوي قوي، وحاولنا فيها كتير لكن للأسف الفيوز برضك ما كانتش بتظبط خالص. فطبعا الفيوز لما بتكون قليلة ده بتضر للقناة. بالنسبة للتحديات برضك، يعني التحديات بالنسبة لنا اكتر حاجة انا كنت بحبها الصراحة وبستمتع وانا بصورها، والمونتاج برضك يعني كان كويس لحد ما، وبحس ان هي حاجة فيها حركة وفيها نشاط وفيها ضحك وحاجات حيوية يعني وكده، فكنت بحبها قوي. لكن برضك للأسف وبعكس القنوات التانية ان التحديات رغم ان هي بتبقى مشاهداتها عالية، بس للأسف القناة ما كانتش مشاهداتها كويسة، رغم ان والله انا شايفة ان هي كانت تحديات كويسة يعني، وكانت التعليقات فيها حلوة وكل حاجة والتفاعل فيها حلو، لكن انتشارها ما انتشرتش قد كده. فاحنا جربنا فيها فترة كبيرة وللأسف خلاص وقفناها وما عدناش بننزلها. اما بالنسبة للتجارب السناكس بقى والحاجات دي، فدي برضك مشاهداتها وحشة جدا، يمكن اقل من التحديات ويمكن اقل برضك من اللي هو الفلوجات وكده، فبرضك ما هياش اللي هي يعني، فما عدناش برضك ان احنا بننزل منها. بالنسبة لقصة تعرفنا فتعتبر هي مشاهدات كويسة. بالنسبة للروتينات ودي تعتبر يمكن اكتر حاجة هي اللي هو مشاهداتها بقت كويسة الحمد لله والناس حبتها. وفي الاول انا بصراحة كنت بس يعني بستثقل قوي الروتينات، بالنسبة لي ان تصويرها كان صعب ومجهد ويعني محتاج شغل كتير وكده، يعني طول اليوم تقريبا بصور وبحتاج مثلا زوايا وحاجات من دي، ونعمل مثلا كده وافكر مثلا في اللي هو الاكلات اللي عاملها ايه، طب انا عايزه مثلا اكل جديد، طب حاجه متنوعه حاجه مختلفه. فانا لا، الحاجات دي كلها بالنسبه لي برضه بتبقى حاجه اللي هي مش سهله. المونتاج الروتيني بيبقى صعب جدا، لان بيصور مثلا يجي مثلا ايه طبعا طول اليوم باخد منهم مثلا التصوير ده بيبقى ساعوي، بقعد اختار من اللقطات دي ايه اللقطات اللي هستخدمها، ويبقى مثلا بقطع منها إيه اجزاء مثلا بسيطه دي اللي هتنفع لا دي مش هتنفع، الحاجات دي كلها. فساعات كتير مثلا بحتار ايه اللي انا هختاره وايه اللي مش هختاره كده. ده طبعا غير ان انا بترجم بقى طبعا اللي هم مثلا لما بيتكلموا او كده، خلاص مثلا هو حماتي مثلا بتتكلم عن اكل او مثلا اخت زوجي الحاجات دي كلها بيتكلموا، فانا عايزه اترجم كل حاجه بتتعمل. اكتر حاجه صعبه بالنسبه لي في اللي هو مونتاج الروتينات اللي هو التسجيل الصوتي، ان انا بحط الصوت بتاعي، لان انا بعد ما بخلص تقطيع الفيديو كله وخلاص بعمل الفيديو بشوف بقى بعيد ان انا بشوف الفيديو ده كله تاني، وبقعد اكتب مثلا انا هقول هنا كذا ايه وهنا كذا ايه، وافضل اكتب فيه اللي هو زي السيناريو كده او في الحاجات اللي انا هقولها يعني. فبعد كده طبعا بسجل، طبعا محتاجه بقى في التسجيل لان اكون مثلا مفيش ازعاج وكده زي مثلا الصواريخ اللي ماشيه دي ولا الطيارات دي، وطبعا يكون مثلا الاولاد مش موجودين. مثلا حاليا امير ده هو نايم دلوقتي بأعجوبة، فانا ما صدقت ان انا اصور فيديو دلوقتي، فمحتاج ان هو يكون جو هادي خالص عشان اعرف اسجل فيه. فطبعا حاليا صعب بالنسبه لي قوي الموضوع ده. وبعد ما بسجل بقعد بقى ان انا اقطع التسجيل ده واحطه على المكان بالمظبوط. طبعا ساعات ان انا بتكلم اكتر من المقطع ذات نفسه، فبضطر ان انا اقعد اقطع في صوتي او اقطع في الكلام اللي انا بقوله عشان اوصله للدرجه دي. وساعات برضك ان انا محتاجه ان انا اقول كلام اكتر او كده على حسب اللي هو المشهد او الحاجه اللي انا مصوراها. فبالنسبه لتسجيل الصوت ده هو يعتبر اكتر حاجه صعبه في المونتاج بتاع الروتينات. عشان كده حاليا يعني لقيتهم او في ناس لاحظت ان انا مثلا بكتب ومش بسجل صوتي فهم قالوا ان هو المفروض اختفت من الروتينات وحدث اختفى. بس هو الصراحه انا عملت كده عشان هو الاسهل شويه في اللي هو المونتاج. وكمان يعني هو انا اصلا كنت افكر من فتره ان هو بالنسبه للروتينات بدل مثلا ان انا بقعد اسجل بصوتي، ان انا مثلا اعمل اللي هو كانه مثلا هو حياه يوميه كده انتوا بتشوفوها، شايفين مثلا الحياه ذات نفسها، لو مثلا في حاجه انا هكتبها وكده وشايفين اللي هو الاحداث او المجراها اللي بتحصل وماشيه كده لوحدها يعني. فبالنسبه لي في الروتينات كانت صعبه جدا في الاول وكنت بستثقلها قوي، بس لقيت ان هو الحمد لله اقدر عليها كويس. بعد كده ابتديت ان انا احبها، بس ان انا خلاص اتاقلمت على الروتينات وان انا حابه فعلا ان انا اصور روتينات وكده، رغم ان هي
متعبه شويه. بالنسبه لي حابه ان انا كنت اجرب حاجات جديده في اللي هو الروتينات بالنسبه لتصوير الزوايا والحاجات دي كلها، بس حاليا طبعا انا مش عارفه اعمل اي حاجه خالص، عشان كريم طبعا صغير زي ما انتوا عارفين، وهو متعب شويه او شويتين ثلاثه يعني كده. فالحمد لله مش سايب ان انا اعمل حاجه ولا ان انا منتج وكده. فيدوب ان انا الفتره الحاليه دي ان انا مثلا بعمل الاكلات او كده، وان انا حتى مش عارفه ان انا اصورها زي المعتاد، لاني بعمل حاجات مثلا عايزه اخلص بسرعه. هو مثلا بيناديلي كل شويه لا الحاجات دي كلها، ففي توتر وانا بعمل اللي هو الفيديو ذات نفسه. فحتى ان انا مش قادره ان انا اطلع، لان ببقى خلاص خلصت مثلا الاكل او كده، وببقى مجهده بطريقه صعبه قوي وبشكل مجهد. وكمان هو مثلا معظم الوقت بيخلينيش ان انا اكل معاهم، يعني زي ما انتم شايفين برضه في الروتينات وكده. وكمان بالنسبه لي شوف هو كان بيساعدني في اللي هو مثلا في تصوير، في مونتاج، في حاجه من الحاجات دي، لكن هو الفتره دي مشغول جدا جدا جدا، فمش قادر ان هو يساعدني. فعشان كده برضك انا دي حاجة معطلاني في اللي هو امنتج او انزل اللي هو الفيديوهات زي المعتاد. بالنسبة لي انا محتاجة ان انا انزل فيديوهات في القناة باستمرار. ليه؟ علشان اليوتيوب هو بقت شغلتي. انا الاول مثلا كنت بشتغل حاجة تانية مثلا، والشغل ده خلاص اتوقف بقى فترة. فبعد كده اليوتيوب هو دلوقتي شغلتي، وانا محتاجة ان انا يكون عندي شغلة، لان انا قلت لكم قبل كده في فيديو ان هو الحضانة في اليابان محتاجة ان الام والاب يكونوا شغالين الاثنين. لو مثلا الاب شغال هو لوحده فما ينفعش الاولاد يروحوا الحضانه. فكانت في ظروف معينه اضطرينا ان احنا نسجل مثلا شغل او كده بالنسبه لي، او ان انا مثلا اشتغل علشان مالك بالاخص يروح الحضانه. ان شاء الله هكلمكم في الموضوع ده بعد كده يعني بتوسع اكتر. فعشان نحافظ ان العيال يروحوا من الحضانه فلازم ان انا احافظ على الشغل. طبعا بالنسبه ان انا اخرج اشتغل بره او كده ده صعب، خاصه بعد امير بقى والحاجات دي كلها. فبالنسبه لي اليوتيوب يعتبر حاجه مناسبه ان انا مثلا في البيت، ومناسب لي انا مثلا اتكلم مع عربي. عشان كده بالنسبه لي تنزيل الفيديوهات مهم. وكمان برضك ان هما الحكومه ذات نفسها بتراجع بتشوف بتتاكد اللي هي مثلا قاعده شغاله ده بتنزل فيديوهات، ده مثلا بيجي لها ارباح او كده. فلو مثلا لاحظوا ان انا مثلا ما بنزلش فيديوهات مفيش الارباح والحاجات دي، فممكن ساعتها الشغل بتاعي يقف والاولاد ما يروحوش الحضانه. فعشان كده انا بحاول على قد ما اقدر ان شاء الله يعني ان انا اسعى في القناه على قد ما اقدر باذن الله. بالنسبه للموضوع ده كمان ان هو انا حبيت اشكر اللي هم داعمين لي القناه، في اللي هم دعموني في القناه بالاخص هبه حافظ وام النور وشدى وكل الداعمين. شكرا لكم جدا، ده بيساعد القناه ان هي تسير وتمشي وتشتغل، فشكرا لكم جدا. فبالنسبه في حاجه اسمها عضويه القناه، هي بتبقى زي الاشتراك الشهري كده في القناه، زي مثلا البريميوم. ده بتبقى فيها خاصية اللي هي مثلا بيبقى فيها مستويات. بيحدد مثلا اليوتيوب بيحدد ان لازم مثلا يكون في مستويات معينة في اشتراكات مختلفة، مثلا الاشتراك ده مثلا بكذا، الاشتراك ده بكذا، الاشتراك ده بكذا، وبكل حاجة لها خصائص مختلفة. فأول اشتراك مثلا يكون في كام دولار مثلا ليه مميزات كذا، ان هو مثلا يسمح لهم باستخدام الستيكرز، مثلا يستخدموا الايموجي مثلا كده. مثلا اللي بعده يختار مثلا اللي هو يشوف البوستات، تبقى بوستات خاصة بالاعضاء بس. اللي بعد كده مثلا في فيديوهات تبقى خاصه باللي هم الاعضاء مثلا اللي هم الاعلى مستوى او كده. بالنسبه لي مدير اليوتيوب اقترح عليا ان انا اعمل الموضوع ده يفيد اللي هو القناه، ويعمل برضه تفاعل اكتر مع الجمهور، ويقربنا برضك من بعض اكتر. فهو الموضوع ده بيبقى عباره عن ايه، ان هو مثلا لو حد اشترك في القناه بيكون مثلا ليه خصائص معينه، مثلا ان هو يستخدم فيه استيكرات معينه بيكون جنب اسمه كده، او حاجه مثلا في رمز كده ان هو في سبيشال. بيبقى بيكون لهم مثلا ميزه ان هم الرد على التعليقات هم لهم الاولويه في بوستات خاصه ليهم معينين. ممكن مثلا يحصل شات ليهم معينين، مثلا في فيديوهات صغيره او كده ممكن تنزل ليهم هم بس غير اللي هو القناه التانية. فانا حبيت اجرب الموضوع وهو يكون برضك دعم للقناه، وهيكون برضك تقارب اكتر ما بيني وما بين اللي هو الفانز او الجمهور يعني او المشتركين، انا بعتبرهم اصدقائي. فان شاء الله لو لقيت اللي هو في اشتراكات في اللي هو العضويه دي ان شاء الله هبقى اعمل صور في حاجات، اصور مثلا حاجات وبوستات ومثلا فيديوهات صغيره، وان شاء الله هبقى انزلها على حسب ان شاء الله يعني. وزي ما قلت ان شاء الله لما الفتره دي تعدي اللي هو فتره امير الله الصعبه دي، ان شاء الله هحاول على قد ما اقدر انزل في القناه على قد ما اقدر باذن الله. واتمنى المشاهدات ما تكونش اللي هي القليله عشان ما تضرش بيه القناه. لو حصل يعني والمشاهدات كانت قليله وكده هضطر بعد كده انا همسح الفيديوهات بس كده. واتمنى منكم الدعم. شكرا لكم، ويا ريت لو مثلا تعرفوا تشيروا مثلا الفيديوهات. اللايكات برضك اعتقد انها بتساعد يعني كويس في انتشار اللي هو الفيديوهات وكده. وشكرا لكم، وهو ده بس فيديو النهارده.
وانت ان شاء الله فيديو جديد، والى اللقاء، باي باي. هتلاقوا قناة اختي قناة لاريسمس اكتنج بتقدم فيديوهات كوميدية وفيها مواضيع حلوة قوي. اتمنى تزوروا قناتها وتشجعوا بالاشتراك فيها، وشكرا لكم. انت ان شاء الله فيديو جديد، الى اللقاء.